مرحبا ويا رب تكونون بخير. أصحابي الغاليين اللي على الفيسبوك طلبوا من عندي أكلات نباتية أو صيامية، فاليوم حبيت أعمل لانشون نباتي بما إنه اللانشون هو ترند الموسم، فراح أعمل اللانشون بطريقة سهلة وسريعة. المكونات مكتوبة أمامكم على الشاشة وراح أذكرها أثناء الفيديو. اللانشون عادة يحتاج إلى بروتين، يا إما يكون لحم أو دجاج، بس بالوصفات الصيامية اخترت الفاصوليا البيضاء. أنا غسلت الفاصوليا ونقعتوها تقريبا يوم كامل، وبعدين سلقتوها كثير زين إلى أن استوت وصارت ناعسة كثير. وممكن أن نبدل الفاصوليا بالحمص أو بالفاصوليا الحمراء. راح أضيف عليها ملعقة طعام من الملح، وملعقة طعام من البصل الباودر، وملعقة طعام من البابريكا الحلوة، وراح أضيف نص ملعقة طعام من الفلفل الأبيض. طبعا كل البهارات أنتوا تتحكمون بيها، ممكن تضيفون كمون، ممكن تضيفون ثوم، أي بهارات تحبون تكون طعمها ظاهر باللانشون ضيفوها. وراح أخلط التوابل كلها مع الفاصوليا وخلص. وبأي جهاز متوفر عندكم تقدرون تحطون الفاصوليا وتنعموها. أنا استخدمت محضرة الطعام، طبعا إذا عندكم خلاط العصير أو الهاند بلندر كله ينفع، المهم الفاصوليا تصير ناعمة. هذا فنجان القهوة اللي عندي تقريبا نصه استخدمتونه حتى أنعم الفاصوليا، لأن الفاصوليا وحدها ما راح تنخلط زين وتتنعم إلا يبقى بيها حبوب وقشور وهكذا. بالماء لما ضفت عليها راح يساعدها حتى تنعم أكثر. وبعد ما صارت بهذا الشكل صارت ناعمة كثير، وكأنه حمص بطحينة، تشبه القوام. وممكن تنعموها بعد أكثر، بس لا تضيفون ماي كثير بعدين حتصير سائلة كثير. بهذه المرحلة تقدرون تصبوها بأي صحن وتغمسون بالشيبس أو تخلوها مع التوست، حتكون طيبة بهذه المرحلة. أو إذا تحبون تكملوها على اللانشون راح نضيف مكون واحد ثاني وهو أساسي حتى تصير عندنا لانشون متماسك، وهالمكون هو الجيلاتين. أنا استخدمت الجيلاتين النباتي بما أنه هي الوصفة كلها نباتية أو صيامية. هذا الجيلاتين اسمه أجار أجار، موجود بكل المحلات. طيب، وعن استخدام الجيلاتين فأغلبكم صار يعرف الطريقة. مع كل ملعقة جيلاتين واحدة راح أستخدم 5 ملاعق من الماء، وبهذه الطريقة نحتاج إنه الماء يكون حار ما يكون بارد. راح أخلط الجيلاتين بالماء على السريع، ولازم تذوب كل حبات الجيلاتين. عندي ملاحظة كثير مهمة، أنا استخدمت ملعقة جيلاتين مع 5 ماء، بس ممكن أنتم تعملون ملعقتين جيلاتين مع 8 ماء حتى يكون القوام متماسك أكثر. أنا كان ببالي أنه أعمله مايلة إلى الليونة، يعني مو كلش متماسك وقوي. إذا أنتم حابين تعملوها كثير متماسكة وكثير قوية ضيفوا ملعقتين جيلاتين مع 8 ملاعق من الماء. أما بخصوص اللون فتقدرون تبقونه هو لونه الأصلي، بس أنا حبيت أضيف ملون طعام غذائي طبعا لون الوردي، وخلطونه مع الجيلاتين بما أنه هو حاليا سائل، وراح أخلطهم مع الفاصوليا. واللي يحب يضيف شوية من ماي الشمندر أو الشمندر نفسه يبرش ويخلينه حيكون أوكي، اللون يتغير بس الطعم همين راح يتغير. وبالمصفاة راح أصفي الجيلاتين حتى في حال أكو حبوب من الجيلاتين ما ذابت ما تنزل على الخليط. يعني بالنسبة لي شفتوا هذا اللون كلش تمام، ممكن أضيف بعد بس أنا حبيت أكتفي بهذا اللون. بهاي المرحلة أنا ضفت الفستق، لو كان ما متوفر عندكم لا تضيفون ولا أي شيء، بس إذا عندكم زيتون ضيفوا زيتون، إذا عندكم فلفل أسود صحيح ضيفونه، أي شيء تحبون تضيفون، هو يعني من ذوقكم وهو إلكم بالنهاية. أما مرحلة التعبئة فتعتمد على كل شيء متوفر عندكم بالبيت. أنا استخدمت جلاس عند بنتي موجود، وخليته بداخله النايلون اللي استخدمه بالكيك. طبعا انتم ما مجبورين تعملون مثلي،
أي نايلون عندكم الستريج اللي نغلف بينه الأكل تقدرون تبطنون بينه أي حافظة أو كونتينر عندكم، أو بجلاس أو بعلبة بيبسي، ممكن تقصوها من الوسط وتخلون نايلون أو تدهنوها دهنة زيت. وبعد ما أعبي جزء جزء بالجلاس أضربه ضربتين على الكاونتر حتى يتساوى وتطلع كل الفراغات اللي موجودة بداخله. وبعد ما أكمل كل الكمية أخذ النايلون الغذائي وألامس سطح اللانشون بالنايلون حتى لا يدخل عليه هواء ويتقشف الوجه، وراح أدخله للثلاجة لمدة ليلة كاملة، يعني يفضل أنه يكون الوقت أطول حتى يتماسك أكثر. والثاني يوم يعني تقريباً 24 ساعة هو بقى بالثلاجة. أنا راح أفكه من الجلاس بهاي الطريقة، أنه أظل أضرب بينه بين كل الجهات حتى شوية ينفك عندي. وبعد ما أشيل النايلون راح أقطعه بالسكينة وأشوفكم النتيجة بعدين. شكل اللانشون بعد التقطيع كان شبه يتفتت لأن الجيلاتين عندي قليل. أنا من البداية مقررة إني أعمل اللانشون طري، بس صار طري بزيادة. بس مع هذا إذا أنتم حابين تسوونه أسمك ضيفوا كمية الجيلاتين مضاعفة مثل ما كتبتوا بالبداية، وتقدرون تاكلونه بشكل طبيعي وحده أو تحطونه بالساندويتش أو أي طريقة تحبون تاكلوها. بالحقيقة كنت حابة أجرب اللانشون أمامكم وتشوفوني مباشرة وتشوفون ردة فعلي، لأن بالبداية ما كنت مستوعبة شلون يكون لانشون نباتي وقلت خلي أجرب، بس بالنسبة إلي كان الطعم مقبول. أما بالنسبة لعائلتي فما حبوا الطعم، بس أنا الوحيدة اللي شفته إنه طعمه مقبول وما بينه شيء. طعم الفاصوليا كان واضح، وطعم الفستق كان واضح، وطعم البصل الباودر كان واضح. يعني هالأطعام إحنا نستخدمها بأيامنا العادية، فالطعم ما كان أكو بينه شيء غريب، بس كفكرة ممكن إنه واحد ما يستقبل شلون الفاصوليا تصير لانشون. بكل الأحوال لا تحرمون حالكم من التجربة، جربوا واحكموا أنتم وشوفوا إذا حبيتم الطعم ولا لا. أشوفكم بالفيديوهات الجاية ومع السلامة.